الله يسأل ملك الموت: ألم تبكي مرة وأنت تقبض روح بني آدم؟ فأجابه: ضحكت مرة وبكيت مرة وفزعت مرة. فقال الله تعالى: وما الذي أضحكك؟ فقال ملك الموت: كنت يا الله أستعد لأقبض رجلا وجدته يقول لصانع أحذية: أتقن صنع الحذاء ليكفي من اللبس سنة. فضحكت وقبضته قبل أن يلبسه. فقال له الله: وما أبكاك؟ فقال: بكيت عندما أمرتني أن أقبض روح امرأة، وذهبت إليها وهي في صحراء جرداء، وكانت تضع مولودها، فانتظرت حتى وضعت طفلها في الصحراء الجرداء، وقبضتها وأنا أبكي لصراخ طفلها وحيدا دون أن يدري به أحد. فقال له الله: وما الذي أفزعك يا ملك الموت؟ فقال: فزعت عندما أمرتني أن أقبض روح رجل عالم من علمائك، وجدت نورا يخرج من غرفته، كلما اقتربت من غرفته فج النور ليرجعني، وفزعت من نوره وأنا أقبضه. فقال له الله: أتدري يا ملك الموت من هو الرجل الذي فزعت منه؟ إنه ذاك الطفل الذي قبضت أمه وتركته في الصحراء، تكفلت به ولم أتركه لأحد. يا الله ما أكرمك يا أكرم الأكرمين، ما أعدمك يا عظيم العظماء، يا جبار. يا الله شو بحب لها الاسم الجبار. إذا أتممت استماع هذا الحديث انشر هذا الدعاء وانظروا كيف تزول همومكم. فسبحان الله، يا فارج الهم ويا كاشف الهم، فرج همي ويسر أمر، ارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أخبر الناس بهذا الدعاء فرج الله همه. يا رب فرج هم مرسليه.